السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم البسيسة بطريقة امهاتنا، حاجة طرية وهشة، والمقادير هتبقى مظبوطة. تابع يا قمر الفيديو للاخر عشان اقولك على كل المقادير صح والتكات، وهقولك كمان على تسويته هياخد قد ايه في الفرن وعلى درجة كام. بص قد ايه هشة بجد، طرية وجميلة والمقادير مظبوطة جدا. هنا كانت طعمها، انا كنت بدوقها طعمها حلو قوي، وكانت السكر بتاعها مظبوط. اول حاجة يا قمر، المقادير اللي قدامنا دي كلها، المقادير اللي معايا هنا لبن وزيت مع سمنة وسكر، هقولك على كل حاجة بالظبط. وكان معايا دقيق، الدقيق هنا طبعا هيبقى منخول. اول حاجة هجيبها الخلاط، وهنزل بالخلاط كوباية اللبن، كوباية لبن، ومعايا هنا هو كوباية سكر، ممكن تحط كوباية وربع. وهنا كان معلقة خل، معلقة خل كبيرة. هنا بقى معايا كان نص كوباية من الزيت، وحطيت مع الزيت دي معلقتين كبار من السمنة، ونزلت ب3 بيضات، بيض يعني على طول فانيليا، حطيت هنا كيسين فانيليا. هضرب المكونات دي كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر يذوب تماما والخليط يفتح معايا شوية، هيكون الدرجة دي كده. هنا معايا بقى الدقيق، قلت لكم يكون منخول كويس، هو والدقيق الذرة. نزلت هنا بكوباية دقيق، وهنا نزلت بكوبايتين دقيق الذرة. يعني اول حاجة دقيق الابيض كوباية، ودقيق الذرة كوبايتين، ورشة صغيرة من الملح. وهنا نزلت بباكو من البيكنج باودر. هقلب المكونات دي كلها كويس عشان المكونات تدخل في بعضها. وهنا كنت بنزل بقية الكيس البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، وهقلبهم كويس. هنا بقى هنزل بالمكونات السائلة اللي انا ضربتها في الخلاط. اول حاجة يا عسل، لو انت بتقلبيها كده لو حسيتي ان القوام تقيل معاكي زودي لبن، ما لقيتهوش تقيل ما تزوديش لبن، وانا هقولك القوام المظبوط هيبقى عامل ازاي. هنا كنت بقلب ولقيت ان القوام تقيل معايا شوية، فزودت 3 معالق من اللبن اهو، 3 معالق كبار من اللبن، وقلبتهم. وهو بقى القوام المظبوط اللي انت هتشوفيه ده. لما تيجي بقى يا قمر بقى تحطها في الفرن، الفرن لازم درجة الحرارة هتبقى 180. يعني هنا انا جبت هنا بقى صينية مقاس 26، ودهنتها بمادة دهنية، دهنتها بسمنة، ادهنها كويس بالسمنة. ونزلت بالخليط بتاعي، خليط الكيك، وهخبط الصينية بتاعتي كام خبطة كده حلوة عشان اي فقاعات هواء تطلع. هنا بقى الفرن قلت لكم هتبقى درجة الحرارة على 180، الفرن تكون شغالة قبليها، وهتاخد نص ساعة، نص ساعة بس. اوعي تولعي الشواية، انا ما ولعتش الشواية، ما تولعيش الشواية. وبصي لونها احمر ازاي من فوق، وكان لونها حلو ومستوية كويس. وتختبريها بقى، يعني انت تفتحي الفرن بعد نص ساعة وتختبريها كده بشوكة بأي حاجة عندك. ولو لقيتي الحاجة طلعت كده ما فيهاش عجينة تكون استوت كده معاكي. هنا بقى قطعتها وكانت بجد بصي لونها فاتح ازاي. يا قمر اعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك جديد. باي باي.